السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي متابعين القناة. احنا كده عملنا المحشي استوى كده، هنطفي عليه. هنبدأ بقى نغرفه. خليكم معايا. حبايب قلبي، ده المحشي بتاعنا، ده شكل المحشي بتاعنا بعد ما استوى، والباقي في الحلة هنا اهوت. حبايبي كده المحشاية عبارة عن جزء صغير من البدنجانة، يعني يا دوب ده يتحط على بق واحد، ما نقطمش ونرجعه تاني ونرجع ناخده تاني، لا هو كده ناخد الجزء بتاع المحشي اللي احنا مقطعينه ده على بق واحد، يبقى كده جميل، ويبقى كده ده الاكل بتاعنا. طبعا احنا عاملين محشي ورق خاص مع البدنجان، بيبقى تحفة فنية، تحفة جميلة جدا. وده شكل المحشي بتاعنا بعد ما غرفنا. وطبعا ده الشطة الخضراء اللي احنا الحراقة اللي احنا عملناها، حشناها مع المحشي. حبايب قلبي، يا ريت تجربوا الطريقة بتاعتي، وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. حبايبي بحبكم في الله، وإلى أن نلتقي في فيديو آخر جديد. يسعدني اشتراككم في القناة عشان القناة تعلى بيكم، ويعملوا لايكات كتير عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. حبايبي إلى أن نلتقي في فيديو آخر جديد، لكم مني ألف تحية وألف سلام، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي قلبي متابعين القناة. احنا كده عملنا محشي بدنجان مع ورق خاص، محشي ورق خاص، ومعاه 3-4 قرون شطة حراقة عشان بتديله نكهة جميلة وبتديله ريحة وطعم جميل. ده كان المحشي بتاعنا النهاردة. طبعا البدنجانة بتبقى صغيرة على قد يدوب على قد البق، يعني ما بناخدش منها قطمة ونركنها، لا هي القطمة وخلاص. وده بقية المحشي في قلب الحلة. حبايبي يسعدني اشتراككم في القناة عشان القناة تعلى بيكم، واعملوا لي لايكات كتير عشان يوصلكم مني كل ما هو جديد. ويا ريت تجربوا من الطريقة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. حبايبي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي في فيديو آخر جديد، لكم مني ألف تحية وألف سلام، وإلى اللقاء.